يا ترى لفت نظرك زي ما لفت نظري كده إن في علاقة بين الطب والإبداع، وإن نسبة كبيرة يعني نسبة حلوة يعني من اللي كتبوا قصص وروايات وأدب كانوا في الأصل أطباء. يا ترى دي مجرد صدفة ولا في سبب خلى الطب والأدب والإبداع يتقابلوا مع بعض؟ خلينا نقول شوية أمثلة اللي خلاها يلفت نظري يعني. أول حاجة مثلا هنا عندنا أحمد خالد توفيق، طبيب، اتخرج من جامعة طنطا، وكان كمان بيشتغل في مستشفياتها وتعاملوا مع المرضى والألم. وطبعا عارفين كتب لنا أجمل الروايات والمقالات والسلاسل الرائعة جدا، زي سلسلة سفاري اللي بطلها أصلا طبيب، وفيها دمج بين الطب وبين المغامرة وحاجات كتيرة جدا. عندنا الكاتب الروسي الشهير أنطون تشايخوف، كتب أجمل القصص القصيرة من بين معاناة المرضى اللي كان بيعالجهم. عندنا طبعا دكتور مصطفى محمود، اتنقل من الطب لبعد كده الفلسفة وأسئلة وجودية، وأضاف للحضارة وللفكر حاجات كتيرة جدا. الظاهرة دي موجودة فعلا، فالعلماء بدأوا الناس تفكر يعني ليه، إيه العلاقة. بعض التفسيرات بتقول مثلا إن الطب والإبداع والأدب الاتنين هدفهم الوحيد فهم الإنسان. الطب بيحاول يفهم الإنسان عن طريق الجسد والأعصاب والأعضاء، والإبداع والأدب والروايات بتحاول تفهم الإنسان من الداخل، نفسيته وتصرفاته وأفعاله. فعشان كده لما بيتقابلوا مع بعض في شخص واحد بيكون مهيأ أكتر من غيره إن يبقى جواه مبدع حقيقي. تاني حاجة هي التجربة الإنسانية اللي بيتعرض ليها الطبيب أكتر من غيره، لأن الطبيب بيتعرض بيشوف الإنسان في كل مراحله، بيشوفه في الألم والوجع والفقد والولادة والموت. كل دي تجارب إنسانية بتفتح للطبيب نافذة على روح الإنسان من جوه، ولو هو عنده استعداد طبعا داخلي بيكون مهيأ إن يحول كل ده لمشاعر وقصص وروايات رائعة جدا. المعاناة الإنسانية اللي الدكتور بيعيشها طول الوقت في عمله بتبقى عبارة عن مصدر للإلهام، مخزن كده للإبداع، يقدر إن هو كل ما يحب يكتب يلاقيه. لأن إلى حد ما في أوقات كتيرة بيكون الإبداع محتاج شوية تجربة، ومحتاج ألم، ومحتاج كمان عزلة. وده ينقلنا للنقطة التانية، العزلة. إن دراسة الطب زي ما احنا عارفين دراسة طويلة، تاخد سنوات كتير قوي من عمر اللي بيدرسها. مع الوقت بيتحول ده لنوع من العزلة، احنا بنسميه عزلة اجتماعية أحيانا، لكن هي بتكون عزلة في أوقات كتيرة صحية، بتساعده إن يستكشف عوالم تانية، وإن يستكشف نفسه أصلا، وإنه برضه يوصل لنفس النقطة، وهو إن هو يستكشف الإنسان. ثالث حاجة إن غير إن الطبيب بيتعرض لمعاناة البشر، وغير العزلة اللي بتساعده على التفكير بعمق، كمان في إن الطب نفسه بيحتاج ملاحظة وتدقيق جدا، لأن أي خطأ مترتب عليه حياة إنسان، فلازم يراقب ضغطه ويراقب نبضاته، كلها حاجات مهمة بتخلي التدقيق والملاحظة جزء من شغلته. نفس التدقيق والملاحظة دي هو اللي بيحتاجها الكاتب عشان يبني شخصياته ويبني الأحداث ويربط بينهم. فالدقة والملاحظة مش بعيدة عن الطبيب ولا بعيدة عن الأديب، عشان كده سهل إن هما يتقابلوا مع بعض في شخص الطبيب المبدع. الطبيب بيختلف عن غيره إن زي ما قلنا بيشوف الإنسان في كل حالاته، فبيبقى قدامه رؤية شاملة كده للإنسان، جسد وروح ودم وعقل، رؤية كاملة يعني بتساعده انه يقدر لو عنده استعداد زي ما قلنا انه يبدع. الحقيقة ان ده مش معناه نقدر نقول ان كل طبيب مؤهل ان يبقى مبدع او روائي، ده مش حقيقي. لو هو اخد الموضوع على انه مجرد وظيفة فهيبقى طبيب، ويبقى طبيب ناجح كمان. لكن لو بص للطب على انه نافذة على الانسان، على جسده وروحه وقلبه، في الحقيقة دي ممكن يكون مبدع. الحلقة تكون عجبتكم، ولو متفقين معايا او مختلفين معايا يا ريت تكتبوا لي ده في الكومنتس، واتمنى تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب
عشان القناة توصل لأكبر عدد من الناس. وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية من أول السطر.